سخن حلة مية على النار لحد ما غليت، ودخل القط العشة وحط له أكل، وقبل ما يخلص أكله رمى عليه المية المغلية. واللي حصل بعد كده حاجة ما يستوعبهاش عقل بشري. وتبدأ الحكاية من عم أحمد اللي كان عنده 65 سنة، وكان عايش في منطقة شعبية في اسكندرية، هو ومراته اللي كانت أصغر منه بكام سنة. وكانوا بيحرسوا أرض فاضية وعاملين فيها عش شخوص قاعدين فيها هما الاتنين، وظروفهم كانت على قدها جدا، أو ممكن نقول إن هما كانوا تحت خط الفقر. وكان المرتب بتاعهم بتاع الغفرة كان بسيط جدا، يا دوبك بيأكلهم العيش الحاف، وربنا كمان ما رزقهمش بأولاد، ورغم كل ده كانوا راضيين بعيشتهم. وكان في ناس كتيرة ولاد حلال عارفين ظروفهم، علشان كده كان بيديهم صدقات. وفي يوم جه واحد ادى لعم احمد ومراته فرخة. طبعا اول ما شافوا الفرخة طاروا من الفرح، عملوا تقريبا عليها حفلة، وقعدوا يفكروا هيعملوا ايه ويطبخوا ايه جنبها. وطبعا كانوا عايزين يطبخوا جنب الفرخة دي اصناف علشان تقعد عندهم يومين، وقعدوا يجيبوا رز ويجيبوا ملوخية ويجيبوا حاجات تانية، وعم أحمد إيده بإيد مراته علشان يطبخوا الأكل. وطبعا كان طاير من الفرح وهو مستني اللحظة اللي هياكل فيها الفراخ. وبعد ما تقريبا خلصوا سلق الفراخ وخلصوا معظم الأكل، مراته خلت الرز على النار ووطت عليه، وهنا قالت له إنها تروح السوق علشان تجيب فاكهة ويحتفلوا باليوم السعيد ده. وعم أحمد يقعد مستنيها على السرير وهو نايم ومريح، وقاعد يحلم بالساعة اللي هياكل فيها الفراخ. وفجأة يسمع صوت الحلة وهي بتتدب على الأرض، ويتفاجئ بالكارثة ان الحلة مرمية على الارض، وجنبه قط لونه مشمشي ماسك الفرخة وقاعد ياكل فيها. واول ما يشوف عم احمد ياخد الفرخة ببقه ويجري بيها. في اللحظة دي عم احمد بيحس ان اماله كلها راحت على الارض، ويجيب العصاية علشان يجري ورا القط، بس للاسف ما بيلحقهوش، كأنه فص ملح وداب. وترجع مرات عم احمد من السوق، وهنا تتفاجئ بيه وهو قاعد وكان تقريبا هيعيط، وهو بيحكي لها على اللي حصل والفرخه اللي ضاعت والقط اللي خدها وجري. وتبدا تواسيه مراته وتقول له خلاص ملناش نصيب، ورزقنا جاي جاي، وان شاء الله ربنا يكرمنا باللي احسن منها. وطبعا عم احمد في الوقت ده بيتوعد للقط ويقول لها انا لازم انتقم منه. وهي استغربت من كلامه وقالت له هو انت هتحط دماغك بدماغ حيوان؟ وطبعا كان بيتكلم جد جدا، وقال لها فعلا ان هو ينتقم منه في اقرب فرصه. وفي يوم عم احمد قاعد فجاه يلاقي القط اللي لونه مشمشي قدامه، واول ما شافه قدامه جرى على العشه علشان يجيب اكل وينادي على القط ويدخل معاه العشه. وفعلا القط دخل معاه العشه وبدا ياكل من الاكل اللي عم احمد حطهوله. في اللحظه دي عم احمد جاب الحله وراح مليها ميه وحطها على البوتاجاز، وسابها لحد ما غليت، والقط كان لسه بياكل. وقبل ما يخلص اكل كان عم احمد جايب الحله ورماها على القط وهي بتغلي. القط بعدها فضل ينونو ويصرخ ويتنطط قدام عم احمد، وفي الاخر جري على الشارع وقعد يصوت، والناس كلها كانوا مستغربين لمنظر القط. وفجاه لقى عم احمد طالع وراه وهو بيضحك، ويسالوه يقول لهم على اللي حصل. وطبعا كانت حجته قدامهم ان القط اكل الفرخه اللي كان باني عليها امال. والقط فضل يصوت ويتنطط قدام الناس لحد ما طلع في الروح، والناس كانت ملمومه حواليه وما كانتش قادره تعمل اي حاجه. وفضلوا يلوموا في عم احمد ويقولوا له انت ما عندكش دين ولا ضمير، وان شاء الله ربنا هينتقم منك، واللي انت عملته ده مش هيعدي بالسهل. طبعا كل كلام الناس ده ما دخلش في دماغ عم احمد، وكل اللي عليه واقف بيضحك، وفي عينيه نظره انتصار غريبه، كانه بينتقم من شخص زيه او بني ادم عاقل وفاهم كل حاجه. والقط مات والناس اخدته وراحت رمته في الزباله. ومن اليوم ده الناس اطلقت على عم احمد القط بسبب اللي هو عمله، علشان عم احمد يبدا ينام ويحلم بالقط وهو جايب حله فيها ميه مغليه وبيرميها عليه، ويقوم من الحلم وهو بيصرخ فعلا وكأن في ميه مغليه اترمت عليه، ولما بيبص في جسمه بيلاقي فعلا في علامات حروق. والحلم ده تقريبا بقى يتكرر كل يوم، وعم احمد مبقاش عارف ينام، وكمان جسمه كان متبهدل حروق، وصوته كان بيوصل للناس في الشارع وهو بيصرخ. وبدأ يبقى عصبي جدا لدرجة ان هو بيطلع غلب كله على مراته، بدأ يضربها ويهينها ويشتمها، وصوته طول الوقت عالي وبيصرخ في وشها. وكان بيخاف ينام لدرجة ان الناس قالوا عليه اتجنن خلاص، وسبب جنانه هو القطة اللي موتها. وفي نفس الوقت تبدأ ظواهر غريبة جدا تحصل في المنطقة، ويسمعوا صوت قط بيصرخ في الشارع، وناس احيانا يشوفوا قط اسود ماشي قدامهم ويكون ضخم وفجأة يختفي. وكل ده كان بيحصل بعد العشاء، لدرجة ان هم خافوا ينزلوا من البيت بعد العشاء، وهنا اضطروا يروحوا الراجل دين علشان يقولوا له الحكاية. وساعتها يقول لهم ان القط ده ما كانش قط عادي، ده جن متشكل في صورة قطة او قطة متلبسها جن. ويبدأوا اهل المنطقة يخافوا اكتر من اللي قاله راجل الدين، وكده ما يعرفوش يناموا، وطول الوقت يدعوا على عم احمد لانه السبب في اللي حصل ده كله.
في الوقت ده عم احمد حالته ساءت عن الاول، كل ما يجي ينام يحلم بنفس الحلم ويقوم يلاقي نفس الحروق، وكان خلاص فقد عقله، يفضل يصرخ طول النهار وطول الليل، لدرجة ان هو بقى يخاف ينام، وطول الليل والنهار بيسب مراته ويهينها ويضربها. وطبعا مراته ست مسكينة ومقطوعة من شجرة وملهاش مكان تاني تروحه، واضطرت انها تستحمله. بس كان خلاص وصل لمرحلة الجنون، والناس كلها قالت عليه اتجنن بسبب القطة. وعم احمد فضل على الحالة دي تقريبا 6 شهور، وحالته بتسوء يوم عن يوم. وفي الاخر مراته قررت انها لازم تتخلص منه، لانها كانت خلاص تعبت من الاهانه والضرب طول الوقت، وانه خلاص كان فقد عقله، وخافت انها ما تقدرش تسيطر عليه. وفي يوم مرات عم احمد تستناه لما يدخل ينام، ولما تتأكد ان هو خلاص راح في النوم تروح تجيب نفس الحلة اللي عم احمد ملاها للقط، وتروح مليها مية وحطها على البوتاجاز لحد ما تغلي، وبعد كده تاخدها وتروح ترميها على عم احمد وهو نايم. ويصحى عم احمد وهو مفزوع ويبدأ يصرخ ويتنطط بشكل هستيري بسبب الألم اللي هو حاسس بيه، لان مراته رمت المية المغلية على راسه زي ما عمل مع القطة بالظبط. ويجري عم احمد من العشه وهو بيستغيث بالناس ويقول لهم الحقوني، وطبعا كان بيتنطط وبيصرخ تقريبا نفس شكل القطه بالظبط، لحد ما يوصل للمكان اللي ماتت فيه القطه ويقع من طوله. كان لسه على قيد الحياه، واتصلوا ساعتها على الاسعاف علشان تيجي تنقله على المستشفى، وهناك قعد 24 ساعه، وفي الاخر مات زي القطه بالظبط، مات مسلوخ. ويتم القبض على مراته اللي كانت بتحلف انها مش عارفه هي عملت كده ازاي، وكانت بتقسم كمان انها كانت مسلوبة الارادة، وكان في قوة خفية سيطرت على عقلها وخلتها تقتل جوزها بالطريقة البشعة دي. وتتحول الست حميدة للمحاكمة ويتحكم عليها بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة. والغريبة في الحكاية ان اليوم اللي مات فيه عم احمد بنفس الطريقة اللي مات بيها القط المسكين، الهدوء والسكينة رجع تاني للشارع، وعاش سكان الشارع في هدوء وراحة بال، لان صوت صراخ القط اللي كان بيسمعوه طول الليل وشبح القط اللي كان بيظهر لهم في الشارع مرة واحدة ويختفي، اختفى تماما كل ده. وكان فعلا زي ما الناس بتقول، القط انتقم لنفسه من عم احمد القط. وساعتها الناس اتأكدت ان كلام الشيخ صح، ان اكيد دي ما كانتش قطة عادية، ممكن يكون فعلا جن متشكل في هيئة قطة، او ممكن يكون جن متلبس قطة. المهم عم احمد القط اخد جزاءه، وكان الجزاء من جنس العمل.